ألف مبروك لنادي الزمالك، وألف ألف ألف شكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار رئاسي فرمان لا رجعة فيه. عودة أرض نادي الزمالك، بس مش القديمة بقى اللي اتاخدت، هي في أكتوبر. هنتكلم عن تفاصيل المساحة والكلام دوت، ولكن هي الأرض الجديدة اللي كانت واقفة بقالها أكتر من 6 7 شهور. النهارده صدر قرار من الرئيس السيسي بحل مشكلة نادي الزمالك نهائيا وعودة الأرض. الأرض الجديدة، الناس بتسأل طب هو دي مساحتها ايه؟ طب ايه اللي هيتعمل فيها؟ طب بكام؟ طب ايه اللي هيخش؟ طب ايه اللي هيطلع؟ اللي يهم الزملكاوية أكتر من عودة الأرض هو التفاصيل. ايه اللي هيعود على نادي الزمالك، أو ايه اللي هيحصل لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية بعد عودة الأرض؟ أول حاجة هي الأرض، هي أصغر. الأرض الحالية هي أصغر نسبيا من ارض كام؟ من ارض 6 اكتوبر القديمه اللي اتاخدت من الزمالك. اصغر بكتير؟ لا مش بكتير. هي الارض الحاليه هي 120 فدان غالبا، يعني الارض اللي فاتت كانت 150 ل 170 فدان. الارض دي اصغر شويه، اصغر شويه، ولكن في ارض تانية في التجمع، في القاهره، في التجمع، بما يقرب برضو من حوالي من 80 ل 100 فدان. فاذا انت الزمالك كان عنده ارض واحده وفشل في ان هو يبدا فيها اي مشاريع او يتخذ فيها اي اجراءات او اي استثمارات. فالدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا عوض نادي الزمالك بارض بديله حاليا، والارض التانيه في السكه. ولكن حط تحت ولكن دي 100 خط. انا هديك دلوقتي ارض 120 فدان، جميل، فيها جزء استثماري، ولو يكن مثلا من 10 ل 15 فدان جزء استثماري، والباقي هيبقى نادي اجتماعي، وممكن ملاعب كوره وملاعب سباحه وي وفرع نادي. جميل، جميل. طيب، الارض التانية اللي موعود بيها نادي الزمالك، لما اشوف لك امارات بقى، واشوف نجاحات، واشوف ان الدنيا بتتقدم واحده واحده، واشوف في خطوات وفي انجاز بيحصل وفي بروجرس بيحصل. يعني في خلال مثلا 3 4 شهور اروح ابص على ارض حته الصحراء، الاقي بنيه تحتيه اتعملت، عواميد طلعت وتصبت تحت الارض وفوق الارض. الاقي هيكل معمول بيكمل واحده واحده بعد 3 4 شهور، مش اكتر من كده. ماشي. ساعتها نادي الزمالك، ساعتها الدوله، وزاره الشباب والرياضه، هتدي الارض التانية لنادي الزمالك وهي مطمنه. هيبقى عوضوا نادي الزمالك عن الارض اللي راحت بارضين، والمساحه اللي كانت 150 170 ممكن تبقى 200 و220 و250 كمان. فالزمالك بدل ما كان هيبقى ليه فرع تاني واحد، هيبقى ليه فرعين. فامسكوا في الفرصه بقى واشتغلوا من النهارده. يا حسين يا لبيب، البس الكوزلك وانزل الارض. ما فيهاش هزار المره دي، خلاص المره دي انت، يعني دي قبلة الحياه من جديد لمجلس الزمالك الحالي. اقول لك على حاجه والله العظيم، مجلس الزمالك ده لو استغل موضوع الارض دوت وعمل عليه حاجات، وجاب فلوس لنادي الزمالك، وفلوس دي ساهمت في شراء لعيبه محترمه، واللعيبه المحترمه دي ساهمت في ان الزمالك يفوز ببطوله واتنين الموسم اللي جاي. عايز اقول لك والله بنسبه 90% المجلس ده هينزل انتخابات تاني والناس هتنتخبه تاني. ليه؟ شافوا له امارات ونجاحات. فانت اعمل حاجه تنزل بيها انتخابات اصلا، عشان تنزل اصلا تعمل حاجه انت تخلي الناس يعني يعني تتقبل ان انت تنزل انتخابات. ولما تنزل انتخابات هيبقى ليك منافسين. لما نشوف النجاحات اللي انت بتعملها الناس هتنتخبك. فضروري ضروري جدا جدا نموت على الارض الجديده ديت من بكره الصبح. النهارده لسه القرار، من بكره الصبح يبدا الشغل.
وانا ازعم ان انتم مكلمين ناس ومكلمين المستثمرين والدنيا جاهزه على العمل. يعني التفاوضات اللي حصلت في الفتره الاخرانيه ديت مع المستثمرين، مع بنوك، مع شركات تطوير عقاري، مع على ما اظن انتم مش هتاخدوا وقت كبير، غير خلاص هتبتدوا في التنفيذ. فخلاص ابدأ من بكرة، زي ما قلت من بكرة الصبح ابدأ في الشغل. اثبت للدولة ان انت على قدر المسؤولية، وقبلهم جمهور نادي الزمالك ان انت على قدر المسؤولية، وعلى تستاهل انك تاخد ارض واتنين وتعمل ويفيد نادي الزمالك. طيب نيجي بقى على الجزء اللي يعني استغفر الله العظيم الواحد ما كان صدق، يعني صدق فرح شوية. الجزء استغفر الله العظيم اللي هو ايه؟ ان الكلام ان المحكمة الدولية الرياضية رفضت طلب نادي الزمالك بايقاف حكم الايقاف التأديبي. يعني ايه؟ يعني لغايه دلوقتي ان خلاص للاسف نادي الزمالك هيقف فترتين قيد، حتى لو دفع اي فلوس. فبالتالي يعني الزمالك هيكمل لغايه دلوقتي، لغايه ما انا بكلمكم كده الزمالك هيكمل بالقايمه اللي عنده موجوده حاليا فترتين قيد، يعني الموسم اللي جاي كله. طيب الزمالك هيتعامل مع الموقف ده ازاي لو مفيش اي جديد او مفيش اي محاولات تانية؟ الزمالك عنده فرقة كويسة، يعني مش وحشة. طبعا في نواقص، طبعا في نواقص. لو يعني ان شاء الله بس الموسم اللي جاي ما بقاش مضغوط الضغطة السوداء اللي كان مضغوط فيها الزمالك السنة دي. وانا السنة اللي جاية لو في ماتش هيضغطك وبسببه انت ممكن تخسر في ماتش في افريقيا، لا اخسر الماتش دوت. حتى لو في الدوري، حتى لو في الدوري اخسر الماتش ده مقابل انك تكسب ماتش افريقيا. لو في لعيب مهم مرهق او معرض ان هو يتصاب او تعبان او ايا كان في ماتش في الدوري والماتش اللي بعديه في افريقيا، لا ريحوا ماتش الدوري ده، حافظ عليه ماتش الدوري ده علشان يديك في افريقيا، علشان القايمه هتبقى قصيره وصغيره للاسف تاني. والمجلس هو اللي عمل فينا كده، المجلس الحالي. لكن خلاص احنا قدام امر واقع دلوقتي، ما قدامناش حل تاني، ولازم مدير فني اجنبي مخضرم في افريقيا تاني. مدير فني اجنبي مخضرم وخبرة في افريقيا، مش واحد لسه اول مرة يمسك في مصر او في افريقيا. لا لا لا، كده انت بتضيع فلوس وبتضيع وقت وهتضيع منك بطولات. يا اما سيب معتمد جمال، يا كده يا اما تسيب معتمد جمال. لكن غير كده يبقى انت فاشل وداخل على فشل. كلامي هنا بقى لجونيو ادوارد ومجلس الاداره كله. فالنواقص اللي عندنا ممكن نكملها بلعيبه ترجع لمستواها، بلعيبه نشتغل عليها في فتره الصيف، لعيبه ترجع من اصابات، لعيبه تكون مرتاحه، تعمل فتره اعداد بدني كويس، توقف اللعيبه بدنيا على رجليها. احتمال كبير تاخد افريقيا باللي موجود. وان شاء الله اللي جاي يكون خير على نادي الزمالك، ويقف على رجليه ويرجع للمنافسه على دوري ابطال افريقيا، وياخد دوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه ان شاء الله، عشان نروح كاس العالم 29 والزمالك يشم نفسه مع الاستثمارات اللي هتحصل السنين اللي جايه ان شاء الله، ويكون في شركه كوره والدنيا تبقى وردي وجميله في نادي الزمالك. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي تحليل مباراه منتخب مصر اللي جايه، وكل التوفيق لمنتخب مصر. السلام عليكم.